مرحبا بكم في قناة فن بلا نهاية. أهلا بكل عشاق الفن والإبداع وبكل من يرى في التفاصيل الصغيرة جمالا كبيرا. قناة فن بلا نهاية هي مساحة فنية مخصصة لعالم مدهش يجمع بين الفن والبطولات الرياضية، حيث نصنع بأيدينا مجسمات وكؤوسا تعبر عن روح المنافسة والشغف، مثل كأس إفريقيا، كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال إفريقيا وآسيا، وغيرها من الرموز الرياضية التي توحد الشعوب وتلهم الأجيال. هنا نحتفي بالإبداع في أدق تفاصيله، ونشارك معكم مراحل صناعة الكؤوس والبطولات خطوة بخطوة، من الفكرة إلى التصميم، إلى اللمسة النهائية التي تمنح العمل سحره الخاص. هذه القناة ليست مجرد محتوى، بل رحلة فنية نعيشها معاً. وأود أن أوجه شكري العميق لكل المتابعين الرائعين الذين يشجعونني بتعليقاتهم ودعمهم المستمر. أنتم السبب الحقيقي وراء استمرار هذا الشغف وتطوره يوماً بعد يوم. إن كنت جديداً هنا، فأهلاً وسهلاً بك بين أسرتنا الفنية. اشترك وفعل الجرس لتكون أول من يشاهد جديدنا، ولنواصل معا صناعة الجمال والمجد في عالم فن بلا نهاية. هنا في أرض المغرب، حيث تتنفس الجماهير عشق الكرة، وحيث ترتفع راية الوطن عالياً في السماء، يبدأ الحلم من جديد. كأس أفريقيا 2025 ليست مجرد بطولة، إنها موعد مع التاريخ، مع المجد، مع لحظة ينتظرها كل مغربي من طنجة إلى الجويرة. أيها الأسود، يا أبطال الأطلس، أنتم الأمل، أنتم فخر الأمة. ياسين بونو، حارس العرين وسور الوطن، بصوت الجماهير نردد: احمي الشباك كما عهدناك. أشرف حكيمي، الجناح الطائر، السرعة والعزيمة، كن كالبرق في الميدان ولا تترك مجالا للخصوم. آدم مسينا، صخرة الدفاع، ثبت الأقدام وازرع الثقة في القلوب. نايف أجرد، رجل المواقف الصعبة، اجعل من الدفاع قلعة لا تقهر. سفيان مرابط، القلب النابض، المقاتل الذي لا يعرف التراجع، احمل الكرة بروح المحارب. عز الدين أناحي، الفنان، راوغ، أبدع وازرع المتعة في قلوب المشجعين. إسماعيل الصباري، اللمسة السحرية، اجعل من كل تمريرة قصيدة ومن كل تسديدة وعدا بالنصر. يوسف النصيري، الهداف، لا ترحم الشباك، فكل كرة نحوك هي فرصة لكتابة المجد. وليد شديرة، عبد الصمد الزلزولي، برايم دياز، حمزة إيجامان، نايل العناوي، أنتم شرارة الإبداع، أضيئوا سماع إفريقيا بأهدافكم ومهاراتكم. أيها الأسود، المغرب كله وراءكم، الملاعب تشتعل بأهزيجكم والقلوب تنبض باسمكم. هذا وطنكم وهذه لحظتكم، فاصنعوا التاريخ من جديد واهدوا المغرب كأس إفريقيا على أرضه. ديما مغرب، ديما أبطال. من قلب إفريقيا، من أرض المغرب التي جمعت الحضارات واحتضنت الحلم، تبدأ قصة جديدة، قصة الكأس التي طال انتظارها. كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، أكثر من بطولة. ها قد عاد المجد الإفريقي إلى أرض المغرب، بلد التاريخ والضيافة، ليحتضن كأس الأمم الإفريقية 2025، البطولة التي تحرك فينا مشاعر الفخر والانتماء، وتعيد إشعال الحلم في قلوب الملايين من عشاق المستديرة عبر القارة السمراء. من طنجة إلى الداخلة، ومن الرباط إلى مراكش، يتأهب وطن بأكمله لاستقبال الكبار، لتتحول الملاعب المغربية إلى مسارح للأمجاد، حيث تكتب فصول جديدة من التحدي والعزيمة، وحيث يمتزج الفن الكروي بالروح القتالية الإفريقية الأصيلة. كأس إفريقيا بالمغرب ليست مجرد منافسة على اللقب، بل رسالة للعالم أن إفريقيا قادرة على التنظيم، على الإبداع، على أن تفرح وتفرح. إنها فرصة لكل لاعب ليثبت أن الطريق إلى المجد يبدأ بالإيمان بالنفس، وبأن الحلم لا يتحقق إلا بالعرق والجهد والإصرار. إنها لحظة لتوحيد الصفوف ورفع الأعلام والهتاف باسم الوطن، لحظة نؤمن فيها أن الأسود قادرة على الزئير من جديد
وأن القارة السمراء ستشهد بطولة استثنائية من أرض الشموخ، من مملكة الأصالة والعراقة، من المغرب العظيم، حيث تلتقي روح التاريخ بنبض الحاضر. يعلو صوت الفخر، صوت يقول للعالم أجمع: أنا مغربي، وهذه صحراء المغربية الأبدية. من طنجة العالية إلى الجويرة البهية، وطن واحد، قلب واحد، وعلم واحد يخفق بالعزة والكرامة. هنا أبناء الأطلس وأحفاد يوسف بن تاشفين، رجال لا يعرفون المستحيل، يكتبون أمجادهم بعرق الجبين وعشق الوطن. أما كرة القدم المغربية فقد صعدت من المجد إلى المجد، من حلم صغير إلى ملحمة عالمية، من الأحياء الشعبية إلى ملاعب العالم. أثبت الأسود أنهم من نسل الملوك، من طينة الكبار. رفعوا الراية في كأس العالم، وأعادوا الهيبة إلى القارة السمراء، وألهموا ملايين العرب والأفارقة بفخر الانتماء. واليوم ونحن على أعتاب كأس إفريقيا في أرض المغرب، يقف التاريخ إجلالاً لأبناء الوطن، أسود الأطلس الذين لا يرضون سوى القمة، ولا يعرفون سوى لغة النصر والعزة. المغرب ليس مجرد وطن، إنه روح، مجد، وتاريخ يكتب كل يوم بدماء الأبطال وقلوب المؤمنين بوطنهم. فالمجد للمغرب، والمجد لأرضه من شمالها إلى صحرائها، والمجد لكل مغربي يرفع الرأس عاليا في كل ميدان. ها هو الحلم كيقرب، وها هي إفريقيا كترجع لأصلها، المغرب، بلاد الأبطال، بلاد الكرة، بلاد اللي دايما واجدة للتحدي. كأس إفريقيا للأمم 2025 غادي تكون فوق أرضنا، وغادي تكتب فيها حكاية جديدة من المجد. من الرباط، العاصمة ديال النور، كيتزين ملعب الأمير مولاي عبد الله باش يفتح المهرجان الكبير، والنهائي هو غادي يكون من هنا، من قلب العاصمة، من قلب التاريخ. ومن طنجة العالية، المدينة اللي كتشوف البحر والجبال، الملعب الكبير ديال طنجة واقف شامخ، مستعد يسمع دوي الجماهير. أصوات من كل قارة كتهتف: إفريقيا هنا. الدار البيضاء، القلب النابض ديال الكرة المغربية، ملعب محمد الخامس، القلعة ديال الشغف والجمهور. داك الصوت اللي كيهز المدرجات، داك الحب الخالص للكرة. هنا كتولد الأساطير. وفي مراكش الحمراء، مدينة السحر والتاريخ، الملعب الكبير ديال مراكش غادي يعيش لحظات لا تنسى. جمهور، ألوان، أناقة، وأجواء ما كتوجد غير هنا. ومن الجنوب، أكادير الزوينة، الملعب الكبير كيشوف البحر وكيشم نسيم الأطلسي. جو ديال المتعة، ديال الراحة، وديال كرة القدم الحقيقية. أما وجدة في الإطار فحتى هي وجدة. الملعب الشرفي غادي يحتضن حماس الجماهير من الحدود حتى للداخل، لأن المغرب كامل غادي يعيش نفس النبض، نفس الحلم. فاس، العيون، الجديدة، كل مدينة غادي يكون عندها دورها، كل ملعب غادي يضيف لحن من أنغام المجد المغربي. هذه هي ملاعب المغرب، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، كلها كتنطق بحب إفريقيا، وكلها غادي تشهد على بطولة استثنائية. المغرب 2025، هنا غادي نعيشوا الفخر، هنا غادي نكتبوا التاريخ، وهنا إن شاء الله غادي نرفعوا كأس إفريقيا من جديد. هنا على أرض الملوك والأسود، المغرب يستعد لاحتضان العرس الإفريقي الأكبر، كأس إفريقيا للأمم 2025. من الرباط، العاصمة النابضة بالحياة، حيث يتألق ملعب الأمير مولاي عبد الله، القلب الذي سينبض في يوم الافتتاح والنهائي الكبير. إلى الشمال، في طنجة البهية، يقف الملعب الكبير لطنجة شامخاً على ضفاف المتوسط، مستعداً لاحتضان أهازيج الجماهير القادمة من كل إفريقيا. وفي قلب الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، يتزين ملعب محمد الخامس بتاريخ مجيد وحماس جماهيري لا ينام. هناك حيث تهتز المدرجات وتكتب الأساطير. نحو الجنوب، في أكادير، يطل الملعب الكبير على المحيط، كأنه يقول:
هنا كرة القدم بحر من الشغف لا ينتهي. وفي مراكش المدينة الحمراء يحضر الملعب الكبير لمراكش بأناقته وهندسته الوريدة ليجمع بين سحر التاريخ وروح المنافسة. ومن الشرق يسطع نجم وجدة بملعبها العصري، حيث تصنع لحظات المجد وتولد الأحلام. أما فاس الدار البيضاء الجديدة والعيون فلكل منها موعد مع التاريخ واستعداد لاستقبال نجوم القارة على أرض تحب كرة القدم وتعشق الانتصار. هذه هي ملاعب المغرب، مسارح المجد وساحات البطولة. هنا ستهتف القلوب، وهنا سترفع الكأس الإفريقية العالية. المغرب 2025، القارة تعود إلى مهدها، إلى أرض الأبطال، حيث الشغف لا يقهر، وحيث اللقب ينتظر من يستحقه. مغرب. من أرض الأبطال، من مملكة المجد والعزة، من المغرب، بلد التاريخ والحضارة، ترتفع راية الوطن خفاقة في السماء، وتسمع صيحات الفخر في كل مكان. المغرب واحد، وصحراؤه مغربية إلى الأبد. من طنجة إلى الجوير، من الدار البيضاء إلى العيون، من مراكش الحمراء إلى الدخلة الزرقاء، قلوب المغاربة تنبض كقلب واحد، تهتف للوطن وتؤمن بأن المستحيل ليس مغربيا. يا أبناء الأطلس، يا أسود العرين، أنتم من رفع رأس الأمة في كأس العالم. أنتم من أعدتم الهيبة لكرة إفريقيا والعرب. أثبتتم للعالم أن المغرب ليس مجرد بلد، بل أسطورة تكتب بالعزيمة والإيمان والروح الوطنية. في السنوات الأخيرة تغير كل شيء: البنية التحتية، الملاعب، التكوين، الطموح والرؤية. كرة القدم المغربية صارت نموذجاً يحتذى به، من الأندية إلى المنتخبات، من الرجاء إلى الوداد، من نهضة بركان إلى أسود الأطلس. الكل يقاتل من أجل راية واحدة. واليوم والمغرب يحتضن كأس أفريقيا للأمم 2025، تتجه أنظار القارة إلى مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأوفياء. أنتم من رافقتموني منذ البداية، أنتم من شجعتموني في كل خطوة، وها أنا اليوم أعود إليكم بشيء مميز وفريد. نعم، هذه المرة لم أكتفي بالكلام عن كأس إفريقيا للأمم، بل صنعتها بيدي. قطعة فنية متقنة تحمل في كل تفصيل منها روح الشغف والإبداع والانتماء لهذه القارة العظيمة، إفريقيا المجد والعز. صنعتها لأشارككم الحلم، حلم البطولة وحلم الفخر المغربي والإفريقي. كل لحظة من العمل كانت قصة، كل نقش وحافة ولمعة في هذا الكأس تحمل معنى الجهد والعزيمة والحب الصادق لكرة القدم. أقدم لكم هذا العمل كهدية مني لكم، أنتم جمهور القناة الرائع، أنتم الداعمين الحقيقيين لمسيرتي. ومن قلبي أقول: إن أعجبكم هذا الإنجاز فلا تبخلوا علي بالدعم، ادعموني بالاشتراك وبالمشاركة، بالكلمة الطيبة، فكل دعم منكم يصنع فرقا كبيرا. كل مرة تساندونني فيها تمنحونني طاقة جديدة. كل تعليق منكم، كل إعجاب، كل دعم هو وقود يدفعني لأصنع أكثر، لأبدع أكثر، لأقدم الأفضل دائما. هذه ليست مجرد تحفة فنية، بل رمز للفخر، للهوية، وللحلم الذي يجمعنا جميعا من المحيط إلى أقصى الجنوب الإفريقي. كأس إفريقيا ليست بطولة فقط، إنها قصة مجد وشغف ووحدة بين الشعوب. فكونوا معي في هذا المشوار، ادعموني، شاركوا الفيديو، وكونوا جزءا من هذه الرحلة الجميلة. وشكرا من القلب على محبتكم الصادقة وتشجيعكم المستمر. أنتم سر النجاح، أنتم العائلة الثانية، ومعي دائما سنصل إلى القمة بإذن الله.